السلام عليكم يا احلى متتبعين، نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وهانين في قلوبكم في عقولكم في صحتكم يا رب وفي احسن الاحوال. وفيديو جديد كيف ما تشاهدوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم البريوات بالكاوكاو. الصراحه تيجيو معلكين من الداخل، مقرمشين على برا، شاربين العسل بواحد الاضافه اللي تتخليهم انهم اللي ذاقوا ما عندك حلف عليهم بانهم كلهم لوز. خليكم معايا حتى الاخير باش تكتشفوا جميع النصائح والمعلومات اللي غادي نشارك معكم باش ينجحوا معكم هاد البريوات من التجربه الاولى. وبسم الله على بركه الله. كيف ما تتشاهدوا معايا هنايا خديت واحد نص كيلو ديال الكاوكاو اللي مفسخ، خديت هذا اللي بالقشره، راه يمكن لكم تاخذوا الاخر بالقشره ديالو وديروا في الماء وتحيدوا لي القشره ديالو. انا استعملت هذا عملي او لا تستعملوا كذلك داك الكاوكاو الصغير البلدي، المهم تيبقى لكم الاختيار وعلى حسب المتوفر عندكم. غادي ناخذ واحد الزيت كيف ما تتشاهدوا معايا، وغادي نحاولوا نمسحوا كله من ديك الغبره اللي تتكون فيه ودوك الشوائب كما تنعرفوا ان راه تيكون عريان عند البقال. انا بالنسبه لي هذا الكاوكاو ما غاديش نقليه في الزيت، غادي نديرو غير في الفران غير شويه يتصهد لينا صافي ونخرجوه. بالنسبه غناخذ لاطه كيف ما تشاهدوا معايا، غادي ندهنوا غير بجوج معالق ديال الزيت. البنات الزيت راه غاليه، نحاولوا نقتصدوا شويه. غادي نحاول نلبسو كامل بهاد الزيت كلها، يعني راه غير جوج معالق راه كافيه. كما تنعرفوا ان راه الكاوكاو هو اصلا تيكون ميدم، يعني ما نحتاجش ان كاع نقويو فيه الزيت. صافي تنلبسو هكا على هاد الطريقه، نحكو هكا بين يديا مزيان وتندخلوه للفران. بالنسبه للفران تنديرو في الجهه الفوقانيه، انا نستعمل غير الفران ديال الغاز، نديرو في الجهه الفوقانيه والعافيه تحت منه، وتنستمر البنات في التحراك، لان الا غفلنا عليه راه يقدر يتحرق لينا ولا يتلهب لينا، وحنا ما بغيناش يجينا العقده ديالنا ماره ولا تجينا كحله من الداخل. المهم ملي نديرو العافيه مهيله ونخليو غير شويه غير يبان لينا بلي اللون ديالو بدا تيذهب صافي وتنخرجوه. وعندي هنايا المكون اللي قلت لكم البنات تيغير لينا الطعم كامل ديال هاد البريوات، وتتحلفي عليهم انهم كلهم لوز. صدقوني الا جربتوه راه تيجي البنات رائع. رابعه ديال اللوز اللي سبق ليا رطبتها في الماء وفسختها، حيت ليها القشره ودرتها في واحد السيف وخليتها حتى نشفات ليا الوقت الكافي، ما بقاش فيها الماء نهائيا. غادي نديرها حتى هي في اللاطه كيف ما تتشاهدوا معايا، وغادي ندخلها للفران. راه يمكن لكم تطحنوا هكا هاد العقده، ولكن صراحه انا تتعجبني هكا شويه محمره لان تيجي فيها واحد الطعم اللي هو زوين. غادي ندهنها بجوج معالق ديال الزيت كيف ما تتشاهدوا معايا، وغادي ندخلها للفران نفس الطريقه اللي درت للكاوكاو. غادي نديرها بالنسبه حتى للوز، يعني راه غادي نبقاو مستمرين في التحراك باش ما يتحرقوش لينا وتجينا العقده ديالنا مره. وهنا كيف ما تتشاهدوا معايا يعني هذا هو القوام اللي حصلنا عليه ديال الكاوكاو وديال اللوز، واحد اللون اللي هو مذهب وواحد التقرميشه اللي هي زوينه. ما غاديش يجيونا مقرملين بزاف اللي تجينا العقده ديالنا ناشفه، وما غاديش يبقاو لنا كذلك خضرين اللي تجينا العقده ديالنا معجنه. المهم هذه هي الطريقه وهذا هو اللون اللي خاصنا نحصلوا عليها البنات كيف ما تتشاهدوا معايا في الصور. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نطحنوهم. بالنسبه للطحينه البنات راه يمكن لكم تطحنوهم عند البقال، يعني السيد اللي تيطحن العطريه وتطحن داكشي ديال السلو دابا واللوز، راه كمان يمكن لكم انكم تطحنوهم غير في الدار اللي عندكم شي طحانه مزيانه، راه من الافضل هكا في الدار. وبالنسبه لهاد الكميه ديال الكاوكاو وديال اللوز غادي نستعمل معاهم زلافه مع عمرج ديال السنيده، تقريبا 250 غرام ديال السنيده. غادي ناخذ كما تتشاهدوا معايا، غناخذ غير الطحانه ديال الدار عندي العاديه، راه عندي غير صغيره، راه كما تتشاهدوا غندير غير واحد الكميه قليله من الكاوكاو، وغادي نضيف ليها كذلك واحد الكميه من السنيده باش نطحن ليا مزيان وتعلك ليا هاد العقده ديالي. نطحن المره الاولى وغادي نوقف، ومن بعد غادي تاني نرجع الكاس ديالي للطحانه وغنعاود نطحن ونطفيها منها بحال تنطحنوا جوج مرات، يعني تنطحنوها وتنوقفوا وتنعقبوا نرجعوا تاني نطحنوها وتنحصلوا على هذا الشكل كيف ما تتشاهدوا معايا. عقده اللي هي ناشفه ما جارياش وما تتبقاش لينا مفرته كما تتشاهدوا معايا. صراحه البنات حداها العطار من الافضل ديها عنده ويطحنها ليه، لان الصراحه راه تجي العقده الزوينه ديالها.
نفس الطريقه غادي نستعملها كذلك اللوز كيف ما تتشاهدوا معايا. يعني تناخذ كميه من اللوز تنضيف ليه هنايا السنيده صافي، وتندير الطحن جوج الخطرات حتى تنحصلوا على واحد العقده كيف ما تتشاهدوا معايا هنايا. وهنا البنات من بعد ما كملت الطحين كله، راه بمجرد ان تناخذوا داك العقده ديالنا، راه قبل ما نزيدوا فيها حتى حاجه راه تنديروها بين يدينا تنحسوا بها بلي ان راه تتجمع لينا. غادي نضيف له هنايا المسكه الحره اللي طحنتها مع شويه ديال السنيده كيف ما تتشاهدوا معايا. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال القرفه، وغنضيف هنا كذلك الزبده. بالنسبه للزبده البنات يعني تكون نوعيه جيده، مثلا نستعملوا سونطرال ولا نستعملوا جوده، مهم على حسب اللي عندكم. وغنضيف كذلك واحد المكون اللي تيعطينا واحد التعليكه لهاد البريوات، هو الجليكوزا البنات. صراحه تيعطي واحد التعليكه خطيره في هاد البريوات. وتنبداو نجمعوا بالماء ديال الزهر. مهم نحاولوا ما نكتروش، يعني نضيفوا غير شويه بشويه، وحنا في نفس الوقت تندلكو. هاد العقده تتبغي لينا تدلك مزيانه البنات، ولو تبان لكم ان بدا تطلق لكم الزيت راه غير تتخليوها شويه وتضيفوا شويه ديال الماء الزهر راه تتجمع لكم. غنديرها في واحد البلاستيكه ونخليها على جنب على مجموعه المعينات ديالي، وندوز نشكل هكايا على شكل كويرات. بالنسبه للحجم تيبقى لكم اختياري، يعني ديروا الحجم اللي بغيتو. انا درتهم هنا غير صغيور، راه كما تشاهدوا معايا راه غير هنايا مع الكاميرا شويه مكبراها، يعني راه تتبان لكم كره كبيره، راه صغيورين باش يجيونا البريوات ديالنا صغيورين. تنكمل الكميه كلها اللي عندي. بالنسبه هنايا عندي الورقه ديال البخاره البنات، راه يمكن لكم تستعملوا الورقه ديال الفينو ولا تستعملوا الورقه عاديه، تيبقى لكم على حسب اشنو اللي كاين حداكم تيتباع. غادي ناخذ انا بما اني ما لقيتش الورقه الصغيره، لقيت غير هاد الكبيره. غادي ناخذ مثلا واحد العبار معين، هاد لاحظتوا معايا انايا استعملت مسطره هي باش عبرت باش يجيني داك القياس هو هذاك في دوك الاشرطه، ويجيوني البريوات ديالي كلهم حتى هما مقادين. غنبداو نشكلوا في البريوات ديالنا. بالنسبه للورقه راه الجهه الحرشه تنديروها لداخل، والجهه الملسه تنديروها للفوق. تندهنهم بشويه ديال الزبده وتنبدا نشكلوا في البريوات ديالنا. تنحطوا العقده ديالنا فوت واحد شويه على الراس وتنبدا نطوي كيف ما تتشاهدوا معايا. انا هنا راه ما مزرباش الفيديو، يعني راه خليت غير بشويه باش يبان لكم جميع التفاصيل. حنا تنطويو وحنا تنزيروا وتنحطوا القنت على القنت باش البريوه ديالنا تجينا مفينيه وما يجيوناش دوك الجناب خارجين على بعضياتهم. صافي هنا تنسوديو بشويه ديال الدقيق وديال الماء ديال الزهر كيف ما تتشاهدوا معايا. الا كانوا شي زوائد غادي نحيدوهم، ما كانش راه غادي نحاولوا غير ندخلوهم هكا في الجنيب وصافي. كيف ما تتشاهدوا معايا البريوه تتجي زوينه وتتجي مجموعه. انا تنحاول نجمع هكا تنقنتها على الشكل ديال المثلث. الشكل ديالها صراحه تتجي راقي وتيجي زوين وتتجي بحال عامره كلها، وفعلا راه تتجي عامره البنات. وكيف ما تتشاهدوا معايا غادي نعاود معاكم هنايا. انا درت هنا تقريبا شي 4 ديال الاشرطه وغادي نبدا نخدم فيهم دقه واحده. غادي نحاول ندهن هنايا الزبده هي الاولى، وغادي نبدا نطوي عادي البنات. كيف ما تتشاهدوا معايا في الاول راه غتجيكم بالنسبه للمبتدئات راه غادي تجيكم شويه صعيبه، ولكن مع المداومه راه غادي تجيكم سهله. راه تنطويو في الاول هكا على شكل مثلث وتنبداو نشكلوا فديك العقده ديالنا غير بشويه كيف ما تتشاهدوا معايا بالبطء البنات. انا راه ما زربش لكم الفيديو باش جميع الاخوات باش يستافدوا. تنحاولوا نشكلوا ديك البريوه ديالنا على شكل ديال مثلث، نبداو نضغطوا عليها بالصبيعات ديالنا ونحاولوا نعمروا دوك البلايصات اللي تيبانوا لينا انهم باقيين خاوين واحد شويه. نحاولوا هكا نعمروهم بيدينا. كما قلت لكم علاش خاصنا العقده تكون رطبه باش نشكلوها كيف ما بغينا. تنستمر بحال هكا تنبقى نطوي فيهم على هذا الشكل، راه تيجيونا بريوات اللي ناجحين. ونحاولوا نزيروا ونحاولوا نقادوا دوك الرويسات، يعني الراس يجينا على الراس كما سبق لي وقلت لكم. غنعاود معكم واحده اخرى البنات. المهم راه الطريقه ساهله. نتمنى البنات اني نكون وصلت لكم المعلومه.
يعني انا راه بطأت هكا غير بشويه خدمت معكم باش يبان لكم جميع التفاصيل. لان يعني كاينين اخوات اللي هكا مبتدئات يعني باقين تلقاو مشكل في الطي ديال البريوات. وفعلا الايامات الاولى انا فاش كنت نيت يلا تنتعلم فعلا البنات راه صعيبه في الاول، ولكن ملي تتولي مداومه عليها راه تتولي تجيك عاديه. وصافي هكا وغادي نستمر حتى نكمل هاد الكميه كلها اللي عندي. وفي الاخر غادي نسوديهم هكا بشويه ديال الدقيق وديال الماء الزهر. راه تيجيو البريوات مفينين على هاد الطريقه وتيجيونا راقيين، ما تيجيو لا خارج منهم هذوك القناه لا خارجه منهم العجينه لا حتى حاجه. بالنسبه للكميه هذه هي اللي حصلت عليها، يعني كميه اللي هي ما شاء الله يعني نص كيلو في ربع ديال اللوز تبارك الله ما شاء الله. راه تيلوحنا تقريبا اكثر من فوق 50 حبه كيف ما تتشاهدوا معايا. ونحاولوا نضغطوا عليهم مزيان راه تيتشكلوا لينا واحد الشكل اللي هو زوين وتيجيو راقين وتيجيو عامرين البنات حتى في الشوفه تيبانوك بانهم كلهم زوينين. غادي نحتفظ بهم تقريبا واحد المده ديال ساعتين كل ما كانوا تندوز نقليهم، يعني ضروري خاصهم ينشفوا باش ما يطرطقوش لينا في القليان. بالنسبه هنا انا غادي نقليهم كما تتشاهدوا معايا. خديت واحد المقله درت فيها الزيت. بالنسبه للزيت العافيه خاصها تكون مهيله البنات باش ملي نديروا البريوات ديالنا ما يتلهبوش لينا ويتحرقوا لينا وديك الورقه تبقى لينا معجنه من الداخل. نحاولوا البوطه نقصوها على مهل ونبداو نطيبوا تنستمروا في التحراك، ما نوقفوش من التحراك لان الا وقفنا من التحراك غادي يطيبوا لينا من جهه وغادي يبقاو لينا من جهه وتيبان لنا ان تحمروا من الجهات بجوج. تنحيدوهم بواحد الصفايه كيف ما تتشاهدوا معايا ونخليهم حتى يتسقطوا مزيان من الزيت، لان لا درناهم هكاك وهما باقي فيهم الزيت راه ملي غادي نحطوهم في العسل ما غاديش يلصق لينا العسل فيهم، يعني راه غادي تحيد لينا داك العسل وما غاديش يجيونا شاربين داك العسل اللي بغينا. المهم البنات تنستمر بحال هكايا. غادي نحط الكميه الاخرى من بعد ما حيد ديك الكميه الاولى درتها في العسل غادي نحط ديك الكميه الاخرى وغادي نبدا نهز في العسل بهذه الطريقه وغادي نبدا نخوي على البريوات ديالي. بالنسبه للعسل البنات هذا راه هو اللي حضرت معكم، دابا نخلي لكم الرابط ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف. راه عسل صراحه انا ما سخنتوش لان عندنا البريوات سخان، يعني راه هو ديجا تيسخن مع دوك السخونيه ديال البريوات، يعني ما تحتاجش ان كاع تسخنوا باش يلصق لينا واش يجينا شاربين دوك البريوات العسل مزيان كيف ما تتشاهدوا معايا. من بعد ما تنكمل الكميه كلها درتها هنا في واحد الشبكه صفيتها وخليتها. راه يمكن لكم تبيتوهم ليله كامله باش يجيكم شاربين داك العسل. المهم البنات نتمنى ان يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا من هاد النصائح اللي قدمت لكم، وتنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى اللايكات وعلى التعليقات الزوينين صراحه اللي تتخليو ليا، اللي صراحه تيحفزونا وتيخليونا دائما نجيبوا لكم الجديد. شكرا لكم بزاف ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.